بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنا زوجة عباس ملوحي. يعني حبيت اليوم يعني معناتها الحمد لله أخذت لي الفرصة باش يعني نكشف حاجة معناتها معناتها أنا مانيش ضد حتى حد، لكن ضد باش نشهد بالشيء اللي نسمعه ونعرفه وعرفته معناتها وسمعته. اللهم محمد رسول الله. أنا أول ما اختفى عباس 2005 11 أبريل 2005 عباس ملوحي كان يعني في 2004 كيك في أواخر 2004 في ليلة من الليالي جاني معناتها في حالة قال لي معناتها حالته يعني ما تعجبش وفي حالة معناتها هكا. كي سألته قال لي راهو فريد الباجي كفرني. قلت له كيفاه كفرك؟ قال لي استنقذت الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له وانتي بالحق؟ قال لي سبحان الله كيفاش تستنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناتها قلت لهم يا ولادي ما فماش الحكايه، كيفاش نستنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم نطبق في سنته وندعي سنته. قالوا لا، في يوم من الايام عملت بيان وقلت الدين ما يستحقش للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في معناتها في المدة هذيك معناتها ولات الجماعة يعني هذا فريد الباجي هو أصله ما كانش من الجماعة اللي تعرفوا توبا فما حاجات أخرى تفهموها عليه. كان البرة كي جاء يعني جماعة الدعوة يعني شافوه إنه عالم وإنه معناتها قالوا خليه ندخلوا في وسطنا بأن احنا نستحقوا كناس المسألة ولا علم وكل شيء كان معناتها هو منه في الجماعة ومعناتها ويبدو ديما مستحقينه يعني. هو يعني دخل فيهم هكاك وبعد معناتها ضرب طلع هذه الحكايه نتاع التكفير. سامحني يعني نسألك يعني نحب نفهم الحكايه يعني كيفاش استنقص شنو قال عباس يعني قال له يعني هو استنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الدين ما يستحقش للرسول صلى الله عليه وسلم. على الكلمه هذه قال له انت كافر. على الكلمه هذه كفروا وانقسمت الجماعه معناتها. يعني هذا فريد الباجي لما دخل في الجماعة وحط معناتها أول ما جاب التكفير تقصد جماعة الدعوة والتبليغ. جماعة الدعوة والتبليغ. وأول ما جاب التكفير فريد الباجي اللي توا يعني نشوفه في كل مرة هو في بلاتو يعني يحكي اللي هو ضد التكفير وهو معناتها يفتي لي مثلا فلان هذاك كفر، وهو أول من جاب التكفير هو فريد الباجي. في 2004 فريد الباجي انطلق في تكفير يعني جماعة التبليغ. 2004 يجوي لي هكاك 2004 يعني. معناتها ومن وقتها بديت حكايه التكفير هذه. وقت تقسمت الجماعه اللي تابع عباس اللي يقول لي بعد هذا كل شيء فهو كافر، اللي يكلم مع عباس واللي يزور عباس واللي معناتها يمشي معاه واللي معناتها يقول لا هذا يعني كيفاش هذا التكفير وكل شيء فهو كافر كيف عباس. والجماعه اللي تبعت الاخرين انشقوا تبعوا فريد هذاك ولاو ضد جماعه التبليغ اللي هما مع تبع عباس. هذه معناتها كيفاش بدات الحكايه لأن محمد رسول الله معناتها من وقتها بدات الفتنه. وفما جماعه معناتها كيف ما فوزي الله يرحمه فوزي تسمت في وقتها فتنه فريد الباجي. فتنه فوزي هذايا المحمدي الله يرحمه اللي تقتل في سوسه. معناتها بعث المشايخ تاع باكستان معناتها قالوا هذا ما عليه حتى شيء يعني يستغفر لكن هو كي يستغفر ما عليه حتى شيء. فهزها فريد الباجي وقال له يا ولدي اخزر كيفاش؟ قال له لا معناتها حتى هم كفار كفر حتى جماعه باكستان وجماعه الهند اللي هو ما زاد كافرين زاد اللي هما معناتها مفتوش بتكفير عباس. وكي كفر عباس معناتها يهدر دم ويهدر عرض ويهدر مال وكل شيء معناتها وما يتوب زاد عمل له انه ما يتوبش. هذا شنو حكى لي عباس راه مش انا نقول لك سمعت يعني هذا كيف يعني حكم عليه كافر وما عندوش حتى توبه يعني حتى ولو تاب من الكلمه هذيك ما عندوش توبه ما يتوب ما توبه فماش لا مجال للتوبه يعني عنده هو. فمعناتها بداو يتحركوا. لطفي قليل الله يرحمه في وقتها وفوزي جماعه سوسه معناتها خاطر جماعه سوسه اكثرهم تبعوا فريد الباجي. كي معناتها بداو يبعثوا المشايخ بعثوا المشايخ المغرب تاعنا احنا هنا في تونس الكل فتو قالوا هذا ما عليه حتى شيء يستغفر وكهو ولا حب يفهم فريد الباجي من وقتها. وهو سبحان الله انا مش نقول لك واحد كانوا يجوني الجماعه هنا العباس
ويقولوا لهم معناتها يبعثهم فريد الباجي ويقول لهم يعني يكتب ورقه اللي هو تائب الى الله. معناتها كي يكتب ورقه تو كيما كانه معناتها يلقى له حل. فعباس ما حبش، معناتها قال شبيلي اول حاجه انا ما عنديش علاش نتوب، وثاني حتى كي باش نتوب تو بيني وبين الله سبحانه وتعالى، مش باش نتوب بفريد الباجي. وهو الكل يحب ياخذها حجه هذيك، مش معناتها باش ياخذها يعني واحد. ومن وقتها يعني ولات الفتنه، ولاو معناتها يضيقوا عليهم اللي تابع العباس الكل، مثلا حتى عباس معناتها يعني في المرحلة هذيك كان ثم زوز من الناس واقفين بجنب الشيخ عباس اللي اختفى، اللي هما سي فوزي المحمدي وسي القلال، اللي هما الزوز توفوا بعد الثورة. هما كثير ماتوا قتلا. هما كثير يعني معناتها بقاو على الطريقة معناتها على عباس وقالوا معناتها مش كافر. اما هذوما خاطر هما المعروفين جماعة يتسموا كلهم جماعة الشورى، كلهم جماعة الشورى. معناتها هذوما اللي ركزوا عليهم معناتها تو اللي هما علاش بالبين منهم قتلوهم معناتها. وهذايا خاطر اسمه فوزي المحمدي الله يرحمه، وقت مشيت نقدم في قضيه عند اسمه عند سمير بن عمر، لقيته غاديك هو بيدو جايب قضيه معناتها دفعها يعني حطها عند بن عمر، اللي هما معناتها حكايه جماعه فريد الباجي اللي هما ضربوه وقتها على راسه. توا معناتها موجوده حتى هكا موجوده كي تقراوها حتى على الانترنت موجوده، معناتها ضربوه على راسه ما عادش خدش من غرزه، حلوه جبدوا له عينه وكسروا له خشمه الكل على خاطر هو معناتها قاعد على انه معناتها يكون عباس. فحتى بعد عباس جماعه فريد الباجي قبل ما يختفي الشيخ عباس، هو الله يرحمه قال جماعه فريد الباجي ضربوه قبل ما يختفي. اي هو اللي انا لقيته هذيك عند سمير بن عمر قال لي روح مع عباس الحكايه الكل لا امن ولا شيء، حتى كان فما امن راهو من تحت فريد الباجي، خاطر هو يتعامل مع الامن ويتعامل بوليس سياسي يتسمى يعني كل شيء. هو يعني هو هكا هو انه قال لي نفس ما قال عم عباس، جاب لي سياره وهزتني في اصحابهم معناتها من الدوله ولا حاجه، وبعدين ضربوه على راسه حلوا معاش وقتها قال لي 28 غرزه ولا حاجه هكا، خشمه مكسر وراه لي عينيه مجبوده يعني باريه معوجه. قال لي جماعه فريد الباجي معناتها هذوم اللي عملوا وقتها عمل حتى وحط قضيه عند بن عمر معناتها وخليها مع قضيه عباس، يعني باش معناتها يفهموا الحكايه كيفاش. هذايا معناتها نحب معناتها في كلمتين نقول الراي العام وهذوم يستضيفوا في فريد الباجي ومعناتها سبحان الله ما همش عارفين حقيقته. راهو انا اقسم بالله العظيم في بيتي راه في بيتي الشيء مش معناتها يبعث في جماعه ويكونوا جماعه موجودين حتى سميهم يتجبدوا في معناتها في الشهود يعني معناتها توبي الى الله. اول مره قال معليش وتوبه، وبعد معناتها 2005 معناتها بعث له الاخر معناتها وقت ويقول له اكتب ورقه وقلت تبت الى الله سبحانه وتعالى باش نعطي كانه هو باش يرحم ويتوب عليه هو زاد. يعني تو انا نحب يعني يعرف على حقيقته، وراهو معناتها هذوم اللي يستضيفوا فيه ويبدا يفتي لهم ويبدا يقول لهم ويبدا انا نبدا نتفرج وقلبي دم بصراحه. وراهو مش باش يضيع دموع هكا اللي تام اللي يتيتموا، حتى وان كان هو تاب فريد الباجي تو يكفي عمل غسيل مخ الشباب، الزراعه الشيء الفتره زرعت شيء سيء، حتى كان هو تو تاب وربما ندم ربما ما نقولش انا اما سيء اللي زرعوا تو قاعد تحصد قاعد يحصدوا فيه معناتها هذوما جماعه التكفير ما جاوش هكاك بلاش، ما جاوش وحدهم هكاك. والتكفير كيف يرجعوا ما يقوشوا من شكري بالعيد ولا من بران من 2000 كنا من 2004 و2003 والتكفير وجد وفما شهود زاد والكل وهو الكل من فريد الباجي. هو قال مرت عباس شكت بيه لا انا باش نقول له حتى كان توا عندك 70 لسان تنجم تمنع بيه وتنجم تعمل، لكن يوم القيامه ما تنجمش. ربي سبحانه وتعالى باش ياخذ حقك المظلومين هذوك في الدنيا وفي الاخره. هكا الصغار يتيتمت وبكات والارامل وكل شيء، ولو انت صحيح ما قتلتش بيديه وما عملش بيديه، اما فتاه بلسانه تاع فتاه بلسانه فخذاو تبنوا معناتها الامر هذايا وهو باقي يمشي. ولا كان اذا الحكومه ولا معناتها الامر مش باش يفيق عمال الشيء باش يزيد على قدام. يعني نفهم منك انه فريد الباجي يحكي بزوز وجوه، وجه يكفر في العباد في جماعه في دعوه التبليغ، ووجه ثاني يقول اللي هو يحارب
في التكفير. انا ما نعرفوش فريد الباجي، اول مره نشوف في بلاد ولده، معناتها ما عنديش بيه بونت وما عنديش بيه حاجه، ما عنديش انا نحكي في شيء سمعته. اول ما جاني عباس قال لي كفرني فريد الباجي، ووقتها في جماعه الدعوه كفرني وقال استنقذت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعوه ناس ومعناتها معليش توبه. توا قاعده نشوف في وجه اخر، معناتها قاعده نشوف يقول التكفير ومعناتها واحنا ضد التكفير ويفتي، معناتها فعلا شنو هذا معناتها. لو بعد ما شكيتوا وين وصلت القضيه؟ والله القضيه توا راكده ما فهمناش، ما عندي حق هذه قضيه الشيخ عباس مازالت هو 5 ابريل معناتها 2005. نعم. ابريل معناتها هذا الجاي 9 سنين. 9 سنين معناتها انا معناتها اول مره مشيت معناتها لما خديت فين كتبت معناتها الداخليه للعدل للرئيس معناتها الحقوقيين، معناتها ما سمعت حتى شيء، حتى انها القضيه انا بعد 48 ساعه ما نقدرش نعلم القضيه، بعد 6 اشهر نكتشف اللي ما عدوهاش بالكل، نزيد نرجع ياخذوا قوالي في تاع فتح الله في مركز الشرطه تاع فتح الله، يزيد ياخذوا قوالي مره ثانيه بعد 6 اشهر يعني ما تعديتش، وما جاني حتى حد 9 سنين ما جيت حتى حد. يعني في نظام بن علي بالرغم اللي انت شاكيه بفريد الباجي ما تعدتش القضيه من المركز، يعني منعوها باش تتعدى بعد 6 اشهر. شاكيه بالباجي وبالامن وقتها خاطر مع سبحان الله، خاطر اللي راه جارنا كي راه السياره قال يعني تاع امن يعني سيفيل، فهو يعني عنده اتصالات وعنده معناتها عنده ناس وعنده داخلين في كل بقعه معناتها. هذا شو نقول معناتها، انا وقتها ما اتهمتش فريده واتهمت الامن زاد، قلت معناتها فيل وزوجي يعني باش يجي 10 تاع الصباح تو كان مثلا الناس تهز سياره وقت يبعد على الدار في الليل في حاجه، اما هذا 10 تاع الصباح يجيو يهزوه ديريكت هكاك، معناتها هذوما ما قلت هذوما يكون الا امن يعني معناتها امن دوله حاجه، لكن تحت شكون بالطبيعه معناتها ما انه هو من الشورى وجماعه الدعوه مسالمين ونظاف معناتها كل شيء، فحبوا يجربوا معناتها ما عندهمش حتى حاجه باش يدوا على جماعه الدعوه على المنظمه هذه تاع الدعوه معناتها باش يقولوا عملوا ولا ما عملوش، خاطر كل حركه وكل يعني معناتها حاجه الا بعلم وزاره الداخليه ما يتحركوا تحريك اللي بعلم وزاره الداخليه، فما عندهمش حتى حاجه يشدوها. فاش عملوا هالفتنه هذه شكون معناتها انا قلت لك او من اللي جاني بالليل بالضبط 24 جويلية 2004 في الليل وقتها علاش نتذكروا خاطر صديق ولد اختي عيطوا له في الليل 10 تاع الليل عباس وقالوا رفقت هذه ملبوبين وقالوا راك سيرك كفرت استنقذت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقت علاش معناتها من وقتها معناتها باش هذاك علاش اللي انا شاد التاريخ، ومعناتها من وقتها هو عباس سبحان الله يضيقوا فيه، ومعناتها العلماء الكل تصور تاع الشرق والغرب وتونس وكله فتاوي وما عليه حتى شيء، ولا حب يقبل فريد ولا حب يقبل جماعة فريد، لا قالوا كافر واللي تبعوا جميع كافر، وبرشا تلقى خاطر طول الحكايه تاع مثلا جميع معناتها اللي يقولوا عباس معناتها انت دمك مهدور، انت مع عباس دمك مهدور، وضربوهم في الحج، ضربوهم في المدينه، ضربوهم في سوريا، ضيقوا عليهم هنا، ضربوهم في سوسه بالسلاسل، ضربهم بالسكاكر، ما اخطاوا ما عملوا معناتها هذوما انصار فريد، في وقتها انصار فريد انشقوا من الجماعه مش جماعه الدعوه، شقوا من جماعه الدعوه اللي هو معاه، هذا معناتها انا مش باش نشهد بحاجه معناتها نقول فريد عليه مثلا قتل بيده ولا حاجه، لا عمل الفتنه هذه تسربت ناس نفوسهم مريضه، حتى كان هو نفوسهم مريضه خداوها بسرعه الكلمه كهو هي قاعده توا قاعده تخدم. شنو الكلمه اللي توجهها تو اولا للاعلام اللي يعدي في فريد وللامن وللحكومه زاد المسؤولين؟ والله الحكومه انا معناتها كي جات الثوره فرحت برشا، قلت الحمد لله رب العالمين، وتوا باش يبان حق عباس خاطر وقتها مازال لطفي الله وفوزي الله يرحمه مازال حيين، قلت اكيد توا سي باش نوصل للنتيجه، على الاقل يقولوا له يحي ولا ميت، كان ميت فين قبره، شكون قتله، اعطوني فين هو معناتها الجثه نتاعو، كان حي زاد في ظهره، هذايا معناتها كنت نتمناها من معناتها بعد الثوره، يا اخي ما لقيتش حتى اذن ساعيه معناتها كالعاده، معناتها اسمه الجرجاني معناتها خذاو القضيه وسائلوني وسمعوني وكل شيء وبريها تو كي نطلبهم ما نتحصل حتى على شيء. الحكومه معناتها شكون باش يسمعني؟ بن عمر هو الحكومه، موقف بن عمر سمير بن عمر هو الحكومه، قضيتي عنده معناتها شكون باش نطلب الحكومه؟
معناتها الرأي العام يعني كيف ما عملوا على البراهم يلا يرحموا وشكري بالعيد يلا يرحموا، خلوا يتامى حتى خلوا ارامل، حتى احنا كيف حتى احنا عندنا وليداتنا وحتى احنا بقينا هكاكا، ويعلم ربي بحالنا ماديا معنويا حاله معناتها ما لقيناش شكون يسمعنا يعني. والاعلام زاد خاطر الاعلام عنده قيمه برشا، كي كل مره فريد يبدا مبجل من جماعه الاعلام وضيفهم يا شيخ فريد ويا شيخ ما مش يتقصوا الحقيقه، يفهموا الحقيقه. احنا مش نتبلوا عليه راهو فريد باجي، بلاش نتبلوا عليه هكاكا، اش عندنا بيه احنا بونتو. نتمنى لو كان هذه الحاجات هذه كذب كلها، وبلادنا راهي ما شاء الله في امن ومعناتها امان. شكون يتمنى القتل؟ احنا ربي هنا حتى على العدو ما نغدروش، عدونا العدو ما نغدروش يعني نجوه من قدامه وكما عمر الغدر. خلي الانسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يشهد ويصلي ويحاج، وتجي تكفر وانت تقول كافر. عباس كيفاش كافر؟ عباس عمره عداهم كل في الدعوه الى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش تقول جي انت تكفر وتقول كافر وبعدها مستنقص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش هو يصلي على الصلب 1000 مره في النهار جيتي تقول كافر؟ معناتها كيف معناتها شيء ما يجدش حتى على حد. معناتها السنة معناتها هذا كما قلت انت نطلب من الاعلام ومن الحكومه ومن كل شيء راهو باش يوقفوا الجذره كما نقول جذور من الاول، راهو باش العروق عمال تنبت. اما كي نوقفوا للجذره اللي هي تسيب في العروق هذيا، نتقصوا ونفهموا الحقيقه، ان شاء الله قلت ربي حتى العروق كلها تموت راهي. اما احنا نشدوا في العروق ونسيبوا في الجذر اللي يطلع في الشيء ونبجلوا فيها وكل شيء. يا سيدي انا والله ما يطرح زي طيب فريد هذا، والله نتمنى يجي يقول لي فينو عباس وقال لي امر ربي، يجيني برك يقول لي فينو عباس، يقول لي فينو شكون هزه، فينو قبره ان كان حايفين 9 سنين يعني. وانا باش نقول من سمحته